لأصحاب القلوب الضعيفة واللي ملهمش في الرعب ولا أي حاجة من الكلام دوت، يا ريت ما تتابعش الفيديو ده. الفيديو ده مش ليك. القصة النهاردة عن واحد اسمه كريم بيحكي قصته مع قرين الدجال في المشرحة اللي اشتغل فيها فترة. لو عايز تعرف التفاصيل كلها تابع معايا للآخر، وأهلا بكم في قناة قصة على الماشي. أنا اسمي كريم وعندي 22 سنة. والدي توفى من فترة قريبة وماليش في الدنيا غير أمي وأختي الصغيرة. بعد وفاة والدي اضطريت أدور على شغل عشان أقدر أساعد في مصاريف البيت ومصاريف جامعتي اللي فاضل سنة وأخلصها. دورت على شغل كتير لكن حظي كان وحش، لحد ما في يوم قاعد على القهوة وسمعت عن محمد جارنا بيقول إنهم محتاجين حد معاهم في الشغل. وعم محمد ده بالمناسبة شغال في المشرحة في المستشفى العام عندنا. خدت الكورس بتاعي وقعدت جنب عم محمد أسأله عن تفاصيل الشغل والمرتب وساعات الشغل والورديات، وكان الراجل يرد عليا بكل ذوق وصراحة. ولما قلت له اني محتاج الشغل ده قال لي: يا ابني انت صغير ومش هتتحمل تشتغل في المشرحة تقيلة عليك. قلت له: خليه على الله يا عم محمد، انا محتاج الشغل ده ضروري. وبعد الحاح مني على عم محمد وافق يساعدني، وتوظفت هناك في المشرحة بغسل مكان التشريح وانضف المكان. في البداية كانت ورديتي بالنهار، بس أنا كنت محتاج ورديات بالليل عشان أقدر أحضر المحاضرات بتاعتي. بس قلت مش مهم، المهم إني أتقبل والدنيا تتيسر وبعدين أبقى أقول لهم. وفعلا بعد فترة اتحولت لورديت بالليل في المشرحة، ولكن في النهار المكان مش مخيف للدرجة، لأن في ناس كتير حوالينا والمستشفى قريبة مننا على بعد 50 متر، والناس داخلة خارجة وفي دوشة في المكان. بس المشرحة بالليل مكان مقبض ومخيف، خصوصا مع سكون الليل وقلة الناس حوالينا. بس أنا كل اللي كان هممني إن أقدر أوفق بين الشغل ودراستي. بس القرار ده ما كانش في مصلحتي أبدا، وخليني أغير رأيي عن كل حاجة شفتها في حياتي قبل كده. واللي حصل معايا في الليلة دي عمري ما هنساه أبدا. في مرة من المرات جات لنا إخبارية إن في جثة جاية في الطريق، ودي كانت أول جثة أحضرها في الشفت الليلي. الدكتور طلب مني في مرة إن أنا أستعد أنا وزميلي. كان زميلي فرد أمن بره منتصر الجثة، وأنا سرت ودخلت أجهز المكان للجثة والدكتور اللي شرحها. وأنا مندمج فجأة النور قطع عليا، ولكن اشتغل تاني بسرعة. وبلف لقيت قدامي راجل عجوز في السبعينات كده، ووشه شاحب وآثار الحروق على جسمه قدامه، ووشه كمان نصه كان محروق. أنا اتخضيت ورجعت ورا خطوتين، وافتكرته كان حد تايه وبدل ما يدخل المستشفى جه المشرحة بالغلط يعني. وسألته: انت مين يا عم؟ وايه اللي جابك هنا؟ الغريب ان الراجل ما كانش بيرد عليا، واول ما فتح بقه خرج منه دخان بريحة حريق كده، ريحة غريبة جدا. مسافة مكحيل من الريحة ببص قدامي ملقيتش الراجل اختفى فجأة، مبقاش ليه أي وجود. في لحظة صدمتي واستغرابي الموقف اللي حصل معايا سمعت صوت الإسعاف دخل عندنا المشرحة، وصوت الدكتور وهو بيقول: يلا دخلوا الجثة جوه بسرعة عشان نخلص شغل بدري. ساعتها اتحركت من مكاني وساعدت زميلي ودخلنا الجثة بالترولي لأوضة التشريح. والدكتور قال لي: انت اللي هتساعدني في التشريح المرة دي. أنا بصراحة اتخذت ووشي اصفر، لأن أول مرة هساعد في تشريح جثة، أو زي ما تقول أنا أول مرة أشوف جثة أصلا. أنا شغلي إن أنا أنظف وأمسح الدم وخلاص على كده، وكل شيء بعد التشريح. بس طبعا ما كانش ينفع أرفض، ووشي اصفر. إن فجأة لما الدكتور فتح كيس الجثث وشفت جثة الراجل قدامي، ده نفس الراجل اللي شفته من دقايق. وكانت الصدمة على وشي، ما كنتش عارف اقول للدكتور ولا لا. الموضوع كان غريب قوي. هو ده الراجل اللي لسه شايفه من دقايق كان واقف معايا، ولما جيت اكلمه ما ردش عليا. ولما عرفت ان هو ده الراجل من خضتي رجعت لورا مصدوم ووقعت على الارض. الدكتور قال لي: مالك؟ في ايه؟ قال لي: مالك؟ ما تخافش، مش انت اللي هشرح الجثه، انا اللي هشرحها. وضحك كده معايا اكنه بيهزر عشان خاطر الجو اللي احنا كنا فيه. قال لي: انت يا دوب هتناولني الادوات وهتعمل اللي اقول لك عليه وبس. بس حاولت ارد على الدكتور واقول له اني لسه شايف الراجل ده من لحظات، لكن لساني اتربط وما عرفتش انطق بكلمه. الدكتور قال لي: يلا يا ابني قوم من مكانك عشان نبدا. بس كمان رجولي اتشلت وقمت من مكاني بالعافيه. الدكتور شافني
حالتي صعبت عليه وقال لي لا انت كفايه عليك كده النهارده، روح انت زميلك اللي بره وهو يجي ياخد مكانك وبسرعه لان كده هنتاخر واحنا لسه اصلا ما بدأناش. ولسه هقوم عشان اعمل كده، وقبل ما استوعب كلام الدكتور فجأة النور قطع علينا مرة واحدة. بس النور ما اشتغلش على طول زي المرة اللي فاتت. اللي حصل المرة دي ان الدكتور طلب مني اخرج اشغل المولد في البدروم، والمرة دي انده لزميلي يساعده وشخط فيا علشان اتحرك لان كل ده ما كانش صدر مني اي ردة فعل غير اني باصص على الجثة اللي قدامي. وبعديها بلحظات شغلت النور بتاع الموبايل بتاعي ونزلت البدروم ورجلي بتخبط في بعض، وبقدم رجل واخر رجل عشان خاطر خايف من المنظر. واللي انا شفته من شوية ما كانش منظر طبيعي، عشان كده ما كنتش قادر امشي على رجلي. وعشان حظ الزفت فجأة نور الموبايل فصل واشتغل مرة واحدة علشان الاقي الراجل قدامي مفيش بينه وبينه 5 سنتي بالظبط. في الأول أنا كنت مرعوب ومش عارف أعمل إيه ومش قادر أتحرك من مكاني ومش عارف أتصرف إزاي، ونفسه اللي ريحته دخان ولحمه المحروق بيخبط في وشي ولساني اتعقد وما قدرتش أصرخ ولا أتحرك ولا أجري من مكاني. وفجأة اختفى من قدامي وجريت بسرعة بدون ما أشغل المولد. لكن لما وصلت للدكتور كان النور اشتغل، وندهت لزميلي وكملت باقي الليلة دي بره المشرحة وأنا هموت من الرعب ومش عارف الصدمة اللي على وشي دي بسبب إن الراجل ده بيظهر لي ولا عشان خاطر الجثة بتاعته هي اللي قدامي واللي إحنا هنشتغل عليها. روحت البيت وأنا عمال أفكر في كل لحظة حصلت معايا ومش عارف انام من كتر اللقطات اللي في دماغي عن الراجل والحاجات اللي انا شفتها. وتاني يوم الفضول خلاني عايز اوصل لبيانات الراجل ده. حاولت اوصل لبيانات الراجل وعرفت اسمه وعنوانه، واسمه شهواني، اسم غريب جدا. ولما رحت اسال عليه في منطقته كل اللي اسال عليه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسيبني ويمشي. ما كنتش فاهم الراجل ده عمل ايه عشان خاطر الناس تتكلم عليه كده، او ان هم يستعيذوا بالله من الشيطان عشان اول ما يسمعوا سيرته يسيبوني ويجروا كده. لحد ما عرفت الحقيقة بتاعت الراجل ده واللي كانت صدمة بالنسبة لي، وكانت كل حاجة حصلت معايا منطقية بسبب اللي انا سمعته واللي هقوله دلوقتي واللي هيصدمكم لما تعرفوه. لحد ما عرفت انه كان والعياذ بالله دجال وبيعمل اسحار ويأذي بيها الناس. وفي يوم حلة البخور الكبيرة وقعت عليه وولعت فيه هو والبيت ومات مخنوق. لما عرفت قصة الراجل واللي حصل له وليه الراجل ده بعد كده ظهر لي، انا خدت بعضي ورحت البيت وحكيت امي اللي حصل. والله يبارك لها صدقتني وقعدت ترقيني. ومن ساعة ما روحت أنا خدت فترة كل يوم أقوم مفزوع من النوم لأني بشوف نفس الراجل ده كل يوم تقريبا في الحلم، لأن تقريبا ده قرين الدجال منه لله. وبسبب الأحداث الغريبة دي أمي أصرت إن أروح لشيخ الجامع ورقاني، واستمرت على الرقية فترة لحد ما بطلت أشوف قرين الدجال خالص. وبصني الشيخ إني ما فوتش ولا فرض ولا فوت أذكار الصباح والمساء. وبالنسبة للمشرحة فأنا سبتها واشتغلت محاسب في محل كشري بسيط وهو أهون من المشرحة مليون